صباح الخير، عاملين ايه؟ في المدرسة. المهم عايزة اعمل فيديو عن التسويف وعمالة اسوف في الفيديو اللي هعمله عن التسويف. بس بجد التسويف ده يعني حوار كبير اوي بجد، وما بيخلص. اللي هو كنت يعني حاضرة كده مع حد فبقول علاج التسويف التخلص من الكمالية بجد، على اساس ان انا مش عارفة يعني. طب ما انا عارفة، بس الكمالية ده حوار بجد. انا اصلا بجد مش عارفة اقول عشان مش عايزة انزل الفيديو ده، بس انا هقوله خلاص. بس اللي هو ازاي اتخلص من الكمالية؟ هو ليه اصلا الكمالية بتيجي؟ علشان واحنا صغيرين واحنا اطفال كنا بننتقد كتير جدا، او حتى واحنا كبار، بس اكتر حاجة بتأثر فيها واحنا صغيرين بننتقد كتير جدا من الاهل. حتى لو هنعمل حاجة صغيرة، فاللي هو يعني انا ماسكة البتاعة دي المفروض هزرعها كده، فبابا يقول لي لا بتزرع كده وانت بتفهميش وانت مش عارفة ايه. فشوفوا بتيجي ازاي. فانا ابقى خايفة اجرب من الحاجة لان خايفة اغلط، خايفة اعملها مش صح، خايفة مثلا حد يضحك عليا، او لو مفيش حد حواليا في معيار انا حاطاه في دماغي وهو اللي ماشي حياتي كلها، والمعيار ده مش نبقى واخدين بالنا منه نقول لا انا مش كده على فكرة. بس لا، اي حد بيسوف واي حد عنده كمالية واي حد عمال كل شوية هبدأ بكرة هنضف اوضتي، بكرة هعمل كذا. جماعة صح، لو انتوا بتسألوا على اصوات الزعيق دي ففي ناس بتبني جنبنا، في بيتين بيتبنوا ففي عمال كتير. المهم انا كنت بقول ايه، فاصوات الاهل دي بتزرع فينا خلاص في مخنا. الولد الداخلي بيبقى هو الناقد الداخلي، وبقعد حرفيا على السقطة واللقط على اللي عملته ولا عملتوش بنتقده يعني. اصلا كنت قرأت عن الاكتئاب ان الاكتئاب هو لماذا يضرب والدي طفلي، ان الاكتئاب ذنب. يعني انت بتحس بالذنب مش ذنب، يعني الاكتئاب انت بتكون حاسس بالذنب كبير قوي، انت مش قادر تقوم من كتر الاصوات اللي في دماغك ما بتنتقدك. مع اننا مش وحشين قوي كده يعني، احنا عادي بني ادمين بنغلط وبنعمل حاجات صح وفين حاجات وحشة بس اللي قدامنا واحنا صغيرين متقبلوش الاهل العيب اللي فينا، او ان احنا اطفال. ايه رأيكم ان احنا اطفال بنتعلم بنكبر بننضج، فخلق جوانا الكمالية، بقينا شخص لازم نعمل حاجة بالمسطرة. حتى لو انت على فكرة مش ECD، حتى لو انت مش بتعمل حاجة زي مظبوط، بس انت جواك مفيش حاجة بتعملها راضي عنها. انا جوايا الفيديو ده مش راضي عنه بصراحة، الكلام اللي بقوله مش راضي عنه. في هنا حد بيعمل كده وسواء انا معياله او ده او لا، بس ده بيحصل.